المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله. لحظه تعزف النشيد الوطني المغربي. هكذا الحماس وهكذا الاجواء الرائعه جدا في المجمع الرياضي قبل لحظات من ضربه البدايه في ظل هذا الحضور الجماهيري الكبير والكبير جدا. تقريبا نتكلم عن 35 حتى 40 الف متفرج من يتابعون هذه المباراه من المدرجات. اذا لحظات ستعطى ضربه البدايه. هذه تشكيله عصام الشرعي. اختيارات عصام اليوم عوده الاسماء البارزه والاساسيه والتي اراها في المباراه الماضيه. مشاهدينا الكرام، على ابو العروش اليوم بيير اتشو من الجابون، سيريو خبي المنظم والمنتخب الذي يملك الفرديات الرائعه المنتخبيه المالي. اليوم مالي تلعب بدياكيتي في حراسه المرمى، ديوموندي 17 سيسي 5. إمكانية التسديد أمير بقراوي يانيس هنا كانت عنده مراقبة، كان عنده ضرب اللاعبي الأولمبية. رجعت الكرة مالية انطلاقا من الجهة اليمنى، تغطية من أمير ريتشاردسون يعيد للخلف ناحية علاء أبو العروش. ثقة كبيرة في علاء في موضة الزلزولي على الجهة اليسرى، انطلاقا من الزلزولي قصيرة لبلال الخنوس، العرضية الراسية. ممتاز هذه لعبة المنتخب المغربي في هذا المنسوب العالي من التفاهم بين بلال الخنوس والزلزولي، بين الزلزولي والخنوس. العرضية يانيس بقراوي رأسية ضربة في المكان المتواجد في حارس المرمى دياكيتي في اللعب، لكن حذاري دائما من الهجمات الخاطفة لعناصر المنتخبية المالي. وصلت الكرة لديارا يمرر لدوكوري يحاول يرفع الكرة. لا، المنتخب المغربي في الصدارة كأقوى وجود الكرة في منتصف الميدان. السيلامي سونغاري المريرة قصيرة، عودة رائعة لبلال. دائما تخلي توازن كبير في الوسط بين الدفاع والهجوم. وصلت الكرة على الجهة اليسرى ناحية عبد الصمد العالي الأولمبية كذلك في 2004. علاء العروش بعد ردة فعل جاءت من طرف يزوري. يتقدم الزلزولي، العمل الفردي مطلوب يا الزلزولي، ولكن ليس في كل مرة، ليس في كل الأحيان. بينما انطلاقا من الجهة اليسرى 1 على 1 ممتاز الزلزولي، 1 على 1 ينزل الزلزولي داخل منطقة الجزاء. الزلزولي العرضية بحثا عن يانيس بقراوي لكن أقرب إلى خنوس. عندك الكرة لين 1 على 1. الخنوس يحاول المرور، الزلزولي بقرب منه. الخنوس مرة أخرى يلعب لأمير ريتشاردسون مر من الأول. يلعب الكرة لأيوب العمراوي اختراق ممكن ولكن أقرب إليها الكرة. السيباري يلعبها 1-2 ممتازة، فيها جول 1-0. الأسود تزهر في هذه اللحظات، الأسود تزهر في هذه الأثناء. المغاربة يسجلون، يتقدمون 1-0 هنا في المجمع الرياضي. جملة في لمسات بالفنيات. 1-0 هنا الأول. شوف 1-2 ممتازة. الوحيدي وحده في الجهة اليمنى. السيباري للسلام، هكذا يتقدم وهكذا يمرر بين السيباري والخنوس والكرة بوم في الشباك. 1-0. الوحيدي وحده هنا لم يتردد في التسديد. هذه تحسب لبلال، هذه تحسب للسيباري. والآن الجهة اليسرى منتخب المغربي توج هذا المجهود الجماعي بالجول. نشوف المنتخب المغربي لما المطلوب، لكن في نهاية المطاف ياكيتي يحرس المرمى على أبو العروش. عدد المنتخب المغربي يسجل هدف ثاني قبل نهاية الجولة الأولى. أنا بلال الخنوس، بلال مع أمير، بلال وأمير. ضغط على أسامة، خطأ من أسامة. هذه من الأخطاء القليلة في وسط الميدان. دياكيتي في أول لمسة، يرجع بوكامير ويرجع كذلك شادي. أسامة يقوم بالتغطية. موقف اللاعب أسامة زكريا الآن المرتد الزلزولي. لو وصلت الزلزولي بسرعة الآن يحاول يخطف هذه الكرة. الحكم يقول خطأ. شفتي من زكريا الوحيدي. برافو السيباري جميل. انطلاقا من الزلزولي، هربت الزلزولي ماذا سيفعل الزلزولي؟ يتقدم الزلزولي العرضية
ممتاز مع امير ريتشاردسون. توقعت وجود امير. اذا تلعب هذه الركنيه. الصباري يلعب على الارض. هذا افضل انك تلعب الكره. داري من اللاعب ديوموندي في الجهه اليمنى. ايوب العمراوي يغطي امام ديوموندي. 1 على 1. ديوموندي العرضيه لحسن من الميزات التي صعبت المهمه اكثر على مالي. 2 هما سونغاري وكذلك اللاعب تراوري. واضيف ايضا في الدقائق الاخيره اللاعب ديوموندي. امير ريتشاردسون ضاعت منه الكره. يجب ان لا نخسر الكره في وسط الميدان. مراقبه هنا ضروريه كذلك والتمركز الجيد ضروري. في خطا العروش. ترقب يا علاء. هذه صعبه يا علاء. عاليه جدا. نثق في قدراتنا ونثق في هجومنا كذلك. هذه كره صعبه. الدفاع يتدخل. رجعت الكره ماليه. شوف الماليين بداوا الشوط الثاني بقوه. التسديده ولكنها مرت عاليه. بلال يمر الكره حاضر. دوكوري يرفع دوكوري. خطيره لا زالت صعبه. وعلى الدفاع الركنيه 1-2 مرفوعه لكن التغطيه من امير ريتشاردسون. رجعت ماليه تسديده وركنيه. تلعب هذه الركنيه. هنا العرضيه لكن الدفاع يتدخل. لا يمكن للمنتخب المغربي ان يلعب شوط كامل بهذه الطريقه. اذا المنتخب المغربي يلعب شوط كامل بهذه الطريقه فالماليون سيسجلوا. يسعد التنفيذ. سونغاري يلعب هذه الكره العرضيه الراسيه. يا ستار اسطوره. المباراه توزع عبر مراحل. تدافع ولكن تهاجم كذلك. هنا تمشي كره. الزلزول يرفعها. يلا يا انيس الصباري ويانيس. بلال الخنوس سددها وجول. نشوف الإعادة الأولى لبلال. وصلت إلى الزلزولي وحده. كان ممكن يوقف الكرة. كان ممكن يحصرها ويسدد لأنه كان بعيد. الثالثة أمام الكونغو برازافيل. هذه عرضية. أعتقد أنه هذه صعبة. والتعادل عن طريق الكرة بسرعة. أصبحنا نتراجع إلى الخلف. أصبحنا نترك مساحات إلى العناصر المالية. مع كل هذه العوامل أصفر من الثاني. يدخل الزلزولي. اختراقات الزلزولي ومراوغات الزلزولي. هنا عرضية من أمير. العرضية الرأسية ممكن زكريا لحارس المرمى دياكيتي. شوف الإعادة مجددا رغم أن الكرات العالية تحدثت عنها وعلى أنها تكون في مصلحة المالي لكن هنا كان ممكن مباغتة. ماذا سيفعل الزلزولي؟ حاول يمر الزلزولي. يرفع الزلزولي. حمزة يقمان. كرة أمامية. ريتشاردسون يتقدم. عندك المساحة يراوغ. ممتازة. في الوهلة الأولى كان ممكن يمرر. سمعت الكرة يعصر المنتخب ديال مالي. 1-2 حذر من التسديد. مرتدة وفي خطأ. العمراوي ينسى. العمراوي يرفع كرة. دائما عرضيات خطيرة لديارا ودياكيتي. ديارا في نهاية الأصعب دقائق تلعب هذه الركنية. مرفوع الكرة على بول سير يا عمراوي. يلعب الكرة للزلزولي. رجعت إلى الخلف. أسامة يمر لأيوب العمراوي. الزلزولي عندك ريان. يدخل الزلزولي. يتوغل الزلزولي. العرضية يا ساكو. ستلعب هذه الركنية المالية. مرفوعة في القائم الأول. هذه الإعادة مجددا. لقطة سليمة. هذه الإعادة وضعية سليمة. الوزاني لحظة خروج الكرة. هكذا الارتقاء على طريقة يوسف أمساري. هكذا السداد الوزاني. هذه الإعادة. هذه الراسية. الوضعية سليمة وتروح في انتظار التأكيد من الحكم الجابوني اللي يرفع يده. وهدف التعادل عن طريق اللاعب مايكا. كيف يوم الحرية الكاملة. كيف ترك لهم المجال يسجلوا بهذه الطريقة. مرارة في الجهة اليمنى. هذه عرضية مرة أخرى. خطورة في القائم الثاني. نزلت الزلزول. حارس مغربية يوسف ابراهيم صلاح مرفوع الكرة بالراس. عقرب المدافع. 5 دقائق كوقت
محتسب غردايا انطلاقه في يد نجمه المعاكسه الماليه الخطيره. الماليين الخطيرين استلام الكره بهذا الشكل. ابراهيم صلاح يتقدم الان بن عروش، تراوري بن عروش والكره تضرب في العارضه، وركله الترجيح الاولى تضيع. اسامه تير غالين يسجل. هذه النقطه التي تكلمت عنها. بن عروش مرت حكم يعطي اشاره. هو الثاني يسجل. كرة عندك يا بن عروش. يونس طه يتلقى الإشارة. طه يسدد ويسجل. يونس طه يلا يا بن عروش هذه عندك يا بن عروش. إذا يتلقى الإشارة. الزلزول يتقدم. الزلزول يسجل الهدف الرابع. 4 مقابل 3 وتقدم مرة أخرى للمنتخب المغربي. كلها بن عروش.